السلام عليكم يا جماعة. إن شاء الله معانا النهاردة حلقة جديدة من حلقات المزرعة، وموضوع مهم يشغل كل واحد بربع عجول صغيرة. بالنسبة للناس اللي كلمتني وقالت لي أنا ينفع أجيب عجول، ولو أنا ما عنديش لبن أو ما عنديش بقر بيحلب ينفع اللي أنا أرضع لبن صناعي. طبعا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اللبن الصناعي. زي ما انتوا شايفين دي شكارة لبن صناعي اهيت، هنتكلم فيها عن كل حاجة، عن الكيلو بيعمل كام لتر، هنتكلم عن العجل بياخد كام لتر، وان شاء الله في اخر الفيديو هقول لك سعر العجل تجيبه بكام، سعر الشكارة تجيبها بكام، العجل من يوم ما يجي لحد لما تفطمه ان شاء الله يصرف معاك كام ويكسب معاك كام بأمر الله ان شاء الله. يلا بينا نبدأ. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين ديت شكاره لبن صناعه اهيت. طب هل الشكاره ديت نوعها ايه؟ الشكاره ديت نوعها فرنساوي. طب هل في انواع غير الفرنساوي موجوده في السوق؟ طبعا في انواع كتير، في هولندي، في امريكي، بس اللي انا جربته واللي انا اشتغلت بيه. طب واحد هيسالني يقول لي انهي افضل، هقول لك الافضل بالنسبه لي اللي انا اشتغلت بيه، لكن ممكن يكون الامريكي افضل، ممكن يكون الهولندي افضل، انا ما جربتوش. ده الصناعي اللي انا جربته زي ما انتم شايفين. دي الشكاره اهي. طيب الشكاره ديت العجل بياخد منها ازاي، او العجل بيرضع منها ازاي، او بتتحل ازاي؟ طبعا زي ما انتم شايفين معانا برضه اهوت. دي الحاجه ان شاء الله هنعمل برضه معاكم فيديو عملي، يعني احنا هنحضر اللبن على النار ونعرفكم هو بيتحل ازاي، ونرضعه للعجل قدام منكم برضه. كل ده ان شاء الله هنعمله في الفيديو ده عملي. فما الفيديو مهم بالنسبه لو انت حابب الموضوع او لو انت عندك مجال في الموضوع. ان شاء الله هنحاول نلم فيه كل معلومات كل معلومات اللبن الصناعي، فتابع معانا للنهايه. طبعا قلنا يا جماعه الشكاره ديت شكاره فرنساوي. طيب اللتر منها بيتحل على كام لتر ميه؟ اللتر منها يعني الكيلو لبن بيتحل على 8 لتر ميه. طيب 8 لتر ميه زائد كيلو اللبن، يبقى احنا معانا كده كام كيلو؟ معانا 9 كيلو لبن. يعني الكيلو لبن الواحد بيعمل لي 9 لتر ميه. طيب ال9 لتر دول العجل ممكن ياخد مني كام كيلو، او العجل ممكن يرضع مني كام كيلو؟ العجل انا برضع العجل عندي، يعني طبعا العجل اول ما بيجي عمر يوم طبعا انت بتبدا معاه بكيلو، تبدا معاه مثلا بكيلو الا ربع الصبح، كيلو الا ربع اخر النهار، وتبدا تزود له تدريج عشان الاسهال وكده. انا العجل عندي ما بدلوش اكتر من 5 كيلو في اليوم، يعني 2 كيلو ونص الصبح. ده لما يبقى وصل مثلا لمرحله سواء هو عمر شهر، عمر شهرين، عمر شهرين ونص، انا ما بدلوش اكتر من كده، يعني 2.5 الصبح و2.5 اخر النهار. طب انت ممكن تديله اقل من كده، بديله اقل من كده، ساعات بديله 4 لتر، بس انا هقول لك متوسط 5 لتر عشان ما يجيش واحد يقول لي بتطلع عجل مش عارف ايه ب 4 لتر. والله مطلع عجل جوه مرضعه ما برضعوش اكتر من 4 لتر، 2 الصبح و2 اخر النهار. طيب قلنا اللتر هيتحل على 8 على 8 لتر ميه. طيب العجل ياخد قد ايه في الفيديو؟ العجل ياخد قد ايه في الاول اول ما يتولد؟ قلنا هنبدا معاه بكيلو الا ربع. طيب ايه قوام اللبن ولا ايه شكل اللبن؟ طبعا زي ما انتم شايفين اهو، ده اللبن معانا. ارجع لورا. ده اللبن اهوت، لبن بودره، يعني لبن بودره زي ممكن يكون زي بتاع الاطفال، او ممكن يكون زي زي اللي موجود عند الاطفال. طيب العجل لما نيجي نرضعه لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه. حاجه ايه اللي ناخد بالنا منها؟ لازم تكون درجه حراره اللبن وانا بجهزه زي ما احنا هنجهزه مع بعض كده، لازم تكون درجه الحراره مظبوطه. يعني لما اجي ارضع العجل ما ياخدش اقل من 37 درجه. 37 درجة عشان خاطر، طب ليه؟ عشان خاطر ما يخشش في اسهالات، وما ينفعش اديله اكتر من 40 درجة. طب ليه اكتر من 40 درجة؟ عشان خاطر لسان العجل ما يتلسعش معايا وبقه يبوظ، ونخش في ونخش في مشاكل معوية واسهال، ونخش في ده كله. طيب سعر الشكارة ديت كام؟ سعر الشكارة ديت 4500 جنيه. ديت شكارة اللبن الفرنساوي.
سعرها 4500 جنيه. ممكن عند حضرتك تقل، ممكن عند حضرتك تزيد، انا بكلمك عن زي ما انا بجيبها وانا بشتغل بيها. طيب طب انت تنصحني بايه يا عم اسلام؟ لو انا مثلا جايب عجل عمره اسبوع وعندي مثلا بقره بتحلب، تنصحني ارضعه صناعي وابيع اللبن ولا ارضعه طبيعي؟ لو انت هترضع صناعي حتى وموجود عندك بقره، نصيحتي ليك اول اسبوع من عمر العجل حاول ترضعه لبن طبيعي. يعني حضرتك اول اسبوع من عمر العجل او اول 5 ايام من عمر العجل حاول ترضعه لبن طبيعي. ليه ارضعه لبن طبيعي؟ طبعا اللبن الطبيعي مفيش افضل منه. ما انا بقول لك انا شغال بالصناعي وكل حاجه. اللبن الصناعي حتى بتاع الطفل اللي بياخده لبن الام مفيش افضل منه. وطبعا يا جماعه في حاجه مهمه، العجل اللي حضرتك هتجيبه يرضع او العجل اللي حضرتك هتديله لبن صناعي او لبن طبيعي لازم يكون راضع كميه سرسوب كافيه، عشان خاطر قلنا السرسوب ده هو الجيش المناعي، هو اللي بيزود مناعه العجل. هو العجل بيتولد بمناعه 50%، يعني في 50 ضايعين، يعني لو ما خدش سرسوب ده عوض عليه ربنا. فطبعا ال50 التانيين بياخدهم من اللبن الصناعي، بياخدهم من السرسوب، اسف. طيب عندنا طبعا يعني الشكاره ديت الكيلو واقف فيها كده بكام؟ لو ضربنا الكيلو بيعمل معايا مثلا 8 كيلو او 8 لتر، هتلاقي الكيلو واقف فيها بحوالي 180 جنيه. طيب الكيلو واقف في حوالي 180 جنيه. طيب العجل ياخد كميه قد ايه قبل ما يتفطم؟ يعني العجل ياخد كام شكاره قبل ما يتفطم؟ يعني الشكاره ديت هتعمل معايا مثلا، هي لو قلنا ال 25 في 8 ب 200، وضيف عليهم ال 25 اللي هو الكيلو اللي هو بتاع اللبن، يعني قلنا الكيلو بيعمل 9 كيلو مزيج من اللبن والميه، يبقى انا معايا الكيلو بيديني 9 كيلو، ال 8 لتر ميه والكيلو لبن يبقى بقى معايا لسه، يعني هنقوله 225. طيب ال 225 دولت لو انا مثلا حدي العجل 4 كيلو في اليوم، متوسط 4 كيلو في اليوم، يعني هنقول هيكفيني حوالي، الشكاره ديت هتكفيني حوالي 55 يوم. الشكاره الواحده تكفيني حوالي 55 يوم لو انا هرضع العجل 4 كيلو، 2 الصبح و2 اخر النهار. طبعا يا جماعه في حاجه مهمه، سواء حضرتك هترضع طبيعي سواء حضرتك هترضع صناعي، لازم تاخد العجل يتحط له علفه فطام. طيب العلفه فطام عباره عن ايه؟ ما تقلش عن بروتين 18%، معاك 18%، معاك 19%، معاك 21. المهم العلفه ما تقلش عن 18%. بيبقى بد صغير كده زي بد الفراخ، دي اسمها علفه فطام بتيجي للعجول. طيب دي بتفرق معايا في ايه؟ دي بتفرق معاك بتخلي تحويل العجل معاك ما شاء الله عليه، تخليك تيجي تفطم العجل. يعني انا ما شاء الله فاطم العجول، اي عجل بفطمه اقل عجل في ال90 يوم بيبقى 95 كيلو، معاك 95 كيلو، معاك 100 كيلو، معاك 105. انا طلعت ال3 اوزان بفضل الله في خلال ال3 شهور ال90 يوم بالظبط. فحضرتك لازم عجل يكون رضع سرسوب كويس، حضرتك لازم يكون عجل متنضف تحت منه كويس، لازم يكون عجل ما قدامه ميه نظيفه، لازم يكون عجل قدامه علفه فطام، لازم يكون المكان مهيأ للعجل، سواء هترضع صناعي او سواء هترضع طبيعي. فالشكاره ديت زي ما قلنا العجل، يعني العجل على الشكاره ديت هتكفيني حوالي 55 يوم، يعني في المتوسط او في المجمل كده العجل هياخد له شكاره وربع ويتفطم. طيب قلنا الشكاره ديت ب 4000 ونص، وكمان ربع شكاره، يعني لو قلنا ربع الشكاره ب 1000 جنيه، هنقول ب 1000 جنيه مثلا، يبقى ايه؟ يبقى معانا مثلا 5000 ونص يفطموا العجل من اللبن ده، طبعا بجانب العلفه الفطام. طيب ان شاء الله هنحضر دلوقتي مع بعض ازاي العجل. انا هديك الكميه بتاعت عجل واحد، انت مثلا عندك بقى 2، عندك 3، عندك 4، ممكن ايه انت تزود الكميه. طيب لو حد محتاج الشكاره ديت او حد محتاج حاجه انا ممكن اقدر اوفرها له، لو هي متاحه عند حضرتك اتكل على الله واشتغل بيها. لو انت محتاجها وانت قريب مني انا ممكن اقدر اوفرها لك، يعني سعرها 4500 جنيه. ولو انت اشتغلت قبل كده في اللبن الصناعي او انت رضحت بيه قبل كده، ما تنساش تكتب لنا في التعليقات انت رضحت بترضع ازاي، انت بتعمل ايه. ما تنساش تصيب نصيحتك للناس اللي هتشوف التعليقات والناس اللي هتعلق على الفيديو ان شاء الله. طيب
لو انا دلوقتي بقى هقول لك نصيحتي، اللي انا مثلا العجل هيكسب معايا كام، انا هجيبه بكام ويكسب معايا كام. طبعا العجل انا مثلا هجيب العجل لو جبت عمر يوم هجيبه ب 15000. خليني انا جبت العجل ب 15000. طيب هروح اجيب له شكاره لبن، شكاره لبن زي ديت، شكاره لبن اسمها زي ما انتم شايفين اهيت، هجيبها له ب 4000 ونص. هجيب له شكاره وربع، يعني هنقوله مثلا هياخد بحوالي 5000 ونص لبن. ادي كده على ال 15 هنقول 21000 في الثلاث شهور. انا بتكلم على الفطام الثلاث شهور. طيب هجيب له ب 1000 جنيه او 1000 ونص، 2000 جنيه علف فطام، لان العلف فطام يا جماعه مهم قدام العجل. يبقى احنا معانا كده كام؟ معانا حوالي 22000 او معانا حوالي 23000 لحد العجل ما يتفطم. حضرتك لو اتبعت صحه العجل واتبعت العجل كويس، ان شاء الله العجل ما يتفطمش معاك اقل من 100 كيلو. وانا الكلام ده بقوله لك عن تجربه زي ما قلت لك. ان شاء الله يعني متوسط العجل بامر الله هتلاقي متوسط مكسب العجل معاك يا عم اقل حاجه خالص هتلاقيه 3000 جنيه. مكسب العجل معاك في خلال الثلاث شهور هتلاقيه 3000 جنيه. يعني لو حضرتك مربي 3 عجول 5 عجول اضرب في 3. طبعا بس الموضوع ده يا جماعه لازم يكون عندك خبره في العجول الصغيره، لازم يكون عندك خلفيه عن الاسهال، لازم يكون عندك خلفيه عن الالتهابات الرئويه. طبعا دي كلها حاجات البعبع بتاع العجول الصغيره دي، اللي هو الاسهال واللي هو الالتهابات الرئويه. فطبعا ديت كانت يعني يمكن اكتر المعلومات اللي الناس كلها عايزه تعرف اللبن الصناعي وهو بيتعمل ازاي، هو بيتعمل ازاي. فاحنا قلنا دلوقتي دي الشكاره هي زي ما انتم شايفين، الظهر برضه اهوت عشان لو حد حابب يشوف الظهر ده زي ما انتم شايفين اهوت. الظهر موجود طبعا، ده اللوجو بتاع الشركه. يمكن زي ما انتم شايفين طبعا دي كلها فيتامينات، فيتامين بي وفيتامين اي وسيلينيوم وتاريخ التشجير. وطبعا ديت المعلومات بتاعت الشكاره، دي كلها حاجات موجوده على الشكاره. قلنا الشكاره 25 كيلو، قلنا سعر الشكاره 4000 ونص، قلنا الشكاره اللتر بيعمل معاك 8 لتر زائد الكيلو اللبن يبقى 9 لتر. قلنا العجل ياخد معاك حوالي شكاره وربع قبل ما يتفطم. دي كلها حاجات بقى لازم تاخد بالك منها. وان شاء الله هنحضر مع بعض النهارده، هنحضر لعجل واحد. طيب ممكن واحد يقول لي طب ما انا وانا بسخن اللبن هاخد غاز وما اخدش غاز واخد مش عارف ايه ومش عارف ايه. طبعا انت حضرتك لو عندك كميه ممكن برميل صاج، ممكن اي حاجه، وبركه نار زي اللي انت شايفها ديت اهي. طبعا ديت نار اهي، نار، وتيجي ايه وهتيجي مسخن عليهم العجل. طبعا انا كنت برضع عجلين اتنين، بس دلوقتي انا هرضع عجل واحد. فالايه هم شويه نار يا دوبك بسخن الميه عن درجه حراره 55، وبعد كده اقلب اللبن. خلينا نتعامل مع بعض عمل عشان خاطر عشان خاطر برضه كله يبقى فاهم وكله يبقى عارف. طبعا دي حاجه بسيطه، هي دي حله موجوده عند حضرتك. انا بكلمك عن عجل واحد، انت بقى